بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أشرف فهمي من مزارع وأراضي للبيع في مصر. موبايل 010 61 10 55. معانا عرض 15 فدان. بس قبل ما نبدأ العرض فضلا وليس أمرا، اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس، بيفرق معانا كتير وبيخلي الفيديو ينتشر وبيشجعنا ان احنا نجيب لكم عروض ممتاز. احنا هنا على طريق مصر اسماعيليه، بيننا وبين طريق مصر اسماعيليه حوالي 600 700 متر. يعني الدخله دي ونخش شمال حوالي 600 700 متر. بنصور في 15 فدان. 15 فدان كلهم مزروعين زيتون، مسجله شهر عقاري، محاطه بسور من 3 اتجاهات. الزيتون شجر الزيتون فيها بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه جميله جدا. فيها عنبرين دواجن مرخصين، ده على كلام اصحابها او كلام الحارس اللي موجود، بس هم عنابر دواجن فيهم علفاتهم وسقاياتهم. ودي مخازن اهي، وادي دي استراحه. الدور الارضي لصاحب المزرعه اهي، الدور الارضي لصاحب المزرعه، واللي فوق للعماله. وده تراس. الارض مسجله شهر عقاري، فيها بير خاص وفيها محول مشترك. الارض كلها مزروعه زيتون، بينها وبين الصحراوي حوالي 700 800 متر، ما يزيدش عن كده. موقع الارض ممتاز، قريبه طبعا من بوابات مصر اسماعيليه، وهتبقى قريبه من العاشر. حاجه ممتازه، شجر متكلف ومصروف عليه وعمره كبير ما شاء الله الله اكبر. اهو كلها زيتون، فيها بعض النخل البلحي طبعا. اهو تمام. هو نوع الزيتون ايه هنا؟ كلاماتا وبكول وعجيزي. نوع الزيتون كلاماتا وبكول وعجيزي انواع. ودلوقتي الزيتون دلوقتي بيمسك سعر. احنا اخرنا في الاخر الطريق ده سور، تمام. هي محاطة بسور من 3 اتجاهات ومسجلة شهر العقار. ادي العنابر اللي فيها، ودي الاستراحة. يعني الارض كلها مزروعة زيتون اهي. شجر الزيتون ما شاء الله الله اكبر عليه، واضح ان هو بيرمي طرح كويس، وعمره ما شاء الله الله اكبر، عمره بتاع حوالي 10 سنين ممكن يكون الزيتون. لغاية الآخر الأرض كلها مزروعة زيتون. 15 فدان، تبعد عن الصحراوي 700 800 متر. أنا أسفلت طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، قريبة من بوابات إسماعيلية، قريبة من العاشر، وطبعا كل طريق مصر إسماعيلية قريب من القاهرة. عنبرين دواجن بالسقايات والمعارف بتاعتهم، جاهزين على الشغل. واستراحة لصاحب المزرعة، واستراحة وغرف للعمال. فضلا وليس امرا، اللي ما اشتركش في القناة يخش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله كل جديد. دي البوابة بتاعت المزرعة، نخرج منها نخش يمين في شمال، نبقى على طول بيننا وبين الصحراوي مفيش مسافة جامدة. نخش نصور عنبر من العنابر دول. هي العنابر مكيفة، عنابر النظام المغلق المكيف. دي طبعا مخازن علف. العنابر خرسانة يعني متأسسة، ودي غرف برضه للعمال يعني. وده مكان برضه للعامل اللي ماسك العنبر.
دي اهي غرف برضو، غرف العمال. دي خزانات ميه، ده السور، دي مراوح التهوية اهي، عنبرين فوق بعض، عنبرين فوق بعض. هنخش العنبر اللي في الدور الأرضي، هنعمل اهي. العنبر فاضي بس جاهز على الشغل، نظام سقايات وعلافات، والعنبر مغلق مكيف، تربي فيه تسمين ماشي، تربي فيه بياض أرضي ماشي أهو، مسلح متمحر، تبريد مراوح. العنبر اللي فوق برضه بالظبط زيه. دي ممكن يكون مكان محرقة للنافق، مزرعة موقعها ممتاز، 15 فدان زي ما احنا قلنا، مسجلة شهر عقاري. معكم أشرف فهمي من مزارع وأراضي للبيع في مصر. موبايل 010 61 10 55. شكرا، تابعونا على القناة عشان هننزل شغل ناحية طريق مصر اسكندرية الصحراوي كتير، مصر اسماعيلية الصحراوي آسف كتير. شكرا، السلام عليكم.